السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع البوراك. وصفه اقتصاديه تجي بنينه وخفيفه. يلا مباشره نروحوا للمقادير. هنا واش عندي زوج حبات بيض اللي كنت غليتهم في الماء، عندي كميه من الجبن الطري، عندي كذلك علبه من التونه، عندي كميه قليله من الزيتون يكون مقطع، وعندي كذلك المايونيز. هاد المايونيز البنات اللي كنت خدمتها معاكم، دونك الا حبيتوا تعرفوا الوصفه راهيك في القناه ديالي، يعني الفيديو السابق. هنا واش راح ندير؟ راح جبت سكرفاج تاعي، راح نسكرفج هذيك هذوك الحبيبات تاع البيض كيما راكم تشاهدوا معايا. ايضا نسكرفج معاها. انا رحت سكرفجت الجبن هذا، كان شويه يعني شويه كان يعني جامد شويه، يعني الفريجيدار كان فريمون بارد. دونك الفرماج هذاك باش نطريه قلت لي ما لا نزيد نسكرفج معاه، وهكذا يعني يجيني ساهل كي نكون يعني نلم فيهم. يعني الفيديو راهو يوضح كيفاش انا حضرت هذا البوراك. بعد ما سكرفجت هذاك الفرماج والبيض، رحت حطيت معاهم الزيتون، وحطيت ملعقة واحدة من المايونيز. البنات هنا تو ديبون لا كونتيتي، يعني ما تخلوش يكون فريمون جاري هذاك الحشو. ايضا حطيت هذيك العلبة تاع الثوم، وكما قلت لكم بالنسبه للمايونيز نحطو بالملعقه باش يعني ما نجريوش فريمون الحشو ديالنا. هنا رحت فتت يعني زدت قطعته هذاك الزيتون، قطعته يعني بالموس عشوائيا هكذا، يعني كما موضحه الفيديو، يعني ماشي ملزوم تقطعيها فريمون، دونك غير هكا برك. و قلت لكم بالنسبه للمايونيز انا حطيت مغرف وحده، دونك نتوما تو ديبون لا كونتيتي اللي كنتو درتوها. على بالكم باللي الحشو قد ما يكون شويه جاري في البوراك يصعب عليكم باش يعني تطويو هذيك الحبيبات تاع البوراك، دونك من الاحسن ديروا بالملعقه وروحوا لها غير بالعقل. هنا حطيت شويه تاع الملح باش ما ننساش القرصه فقط باش ما يجينيش صامت، وهكذا الحشو تاعنا يكون واجد معنا. مباشرة رحت شديت الورق تاع الديول، يعني كانوا عندي يعني ما همش فريمون شابين. على بالكم بلي الورق تاع الديول اللي يتباعوا برا كل نهار وحكاية. نهار يصلحوا يعني يكونوا شابين هكذا، ونهار يكونوا شوية شوية. هنا يعني كامله نعرفوا البوراك كيفاش نطويوه. حطيت الحشو تاعي، ثنيت هذوك الاطراف على اثنين، ورحت روليتو كيما راكم تشاهدوا. بعد ما كملتهم رحت قليتهم، وهاوليك البوراك تاعنا اللي كان وجد معنا. ان شاء الله يا البنات تجربوا هاد لاغوسات وتخلونا ارائكم في التعليقات. في نهايه هذا الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، تخلونا ارائكم في التعليقات، وتدعموني بلاي لايك. والسلام.